كتير مننا بيحب يتفرج على أفكار واختراعات غريبة وغير مألوفة، خصوصا لو كان شكلها جذاب واستخدامها كمان مفيد. والنهاردة جمعتلكوا أجمل اختراعات ذكية مش هتصدق إنها حقيقية، ومتأكد 100% إنك هتنبهر من روعتها. يلا بينا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. أنا متأكد إن اللعبة دي للأطفال، بس مفيش مانع لو إحنا اللي استحوذنا عليها. ما تشيلش هم النور ولا شدة الشمس ولا حتى الستاير، الشباك ده هيحللك كل المشاكل دي. التراب اللي في عربيتك بقاله سنين أخيرا هتقدر تطلعه ببساطة. يا مزاجك يا أخي. طب أنا دلوقتي في حيرة، مش عارف أشربه ولا أفضل ألعب معاه. اهي دي احلى لعبة تلعبها مع اصحابك، هتخليكوا كلكوا تروحوا مشحونين. انا عندي 15 كاوتش بايظين عشان ما عنديش الاختراع ده. اهو التعديل اللي اتعمل على الكلارك ده خلاه يشيل اكتر من ضعف الحمولة اللي كان بيشيلها. ايه يا عم المعاملة دي؟ الطيارة دي لو معايا هشيلها في النيش. ما شاء الله. امال انا البلاور اللي عندي بيطلع في الروح ليه؟ لو بيتك كبير وبتشيل هم الحركة الكتير فيه، الاسانسير ده هيريحك ويحقق لك احلامك. البنات ممكن تعمل اي حاجة عشان تجيب الجهاز ده. ما تشيلش هم المساحات تاني، الشماعة دي هتظبط لك هدومك وهتوفر لك مساحات كبيرة. طب ما تلوين الحوض طلع سهل اهو، وانا اللي كنت فاكرهم بيقعدوا يرسموا فيه. لو الضيوف بتخش عندك بالجزمة وتبوظ الشقة، يبقى انت اكيد محتاج الاختراع ده. لو حد جرب يرد العربية بالطريقة دي قبل كده، يا ريت يقول لنا نفعت ولا لا، عشان حاسس ان لو عملتها هبوظ الدنيا. يعني ابقى قاعد بعمل حمام وعالم البحار كله بيتفرج على القرمط. ما تشيلوش هم توزيع الورق وانتوا بتلعبوا اونو، جبتلكوا خدام هيظبط لكم القعده. الراجل ده فنان مش صنايعي، والرولة اللي فرد بيها الدهان
هي اللي رسم بيها الشكل. بصراحة دي ما ينفعش يتقال عليها ساعة، احنا ممكن نعتبرها من الأحجار الكريمة. أنا دماغي عملت ايرور، الكوباية طلعت من غير كوباية. طب ودي هنرخصها في المرور ازاي دي؟ حتى لو الأكل طلع طعمه وحش برضه هبقى مبسوط. ما تشيلش هم الأكل في الرحلة خلاص، الاختراع ده هتحط فيه الأكل اللي يكفيك وزيادة. بصراحة حاولت كتير افهم الراجل ده بيعمل ايه بالظبط، ما فهمتش. يا ريت اللي فاهم يقول لنا في الكومنتات. في الاول كنت مستغرب ليه حد ممكن يجمع غطيان الازاز دي كلها، بس اتصدمت لما شفت الرسمة. المبخرة القديمة ما بقتش نافعة، احنا نجيب الاختراع ده هيقوم بالواجب. واو. ده نوع جديد من الرسم ده ولا ايه؟ انت متأكد ان ده جماد؟ انا خاف احط فيه حاجة ياخدها ويجري. كل الحاجات دي في كومودينو واحد؟ انا التسريحة عندي يا دوبك تشيل نص الحاجات دي. الحساسات دي هتخلينا نستغنى عن كوبس النور للأبد. الفيديو ده هدية لكل الرسامين، لأن من النهاردة مش هتتعب كتير تاني عشان تجيب درجة اللون المظبوطة. من النهاردة انت مش هتحتاج نجار، ده أسرع باب ممكن تعمله في حياتك ولوحدك. طب ما هي ممكن تنط من فوق عادي يا زكي. المكنة مش فارقة معايا، اللي فارق معايا ايديها اللي ما تهزتش. ما كنتش متخيل بصراحة انها هتطلع بالجمدان ده. لو الاختراع ده في البيت عندي هيحصل لي حاجة، هبقى ماشي اسقف طول الوقت زي الأهبل. أنا عمري في حياتي ما شفت ولا هشوف مكتبة أجمل من دي.
مش عارف احدد بوكيه الورد ده يتقال عليه ايه، هدية ولا عقاب. عموما الله يكون في عون اللي هيشيله. ما يغركش ان الغسالة دي قد الخلاط، هي صغيرة بس نينجا. ضرب عصفورين بحجر واحد، حيطة وشباك في نفس الوقت. ما تشيلش هم اعلاناتك تاني، لوحة واحدة من دي هتعمل الواجب وزيادة. أنا شايف إنه لو قعد على الأرض أسهل. بقالي ساعة بحاول أفهم الباب ده اتعمل إزاي وبرضه مش عارف. الريشة دي بتدي المعنى الحرفي لكلمة السلام الداخلي. ايه يا عم الكنافة اللي انت عملتها دي؟ لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.